السلام عليكم. الحلقة دي أنا عاملها مخصوص عشان حبيب قلبي اللي أنا بحبه على المستوى الشخصي والمستوى الكروي، كابتن إمام عاشور. بالنسبة لإمام عاشور، بصراحة يا جماعة كابتن إمام عاشور لاعب كرة تقيل جدا 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 جدا، وبعدين عنده مميزات مش موجودة عند لاعب الكرة تانية بتلعب في الدوري المصري. الراجل سريع، مهاري، بيشوط باليمين والشمال كويس، جسمه جامد، جريء ما بيخافش، ستايل كويس قوي، بيعرف يلعب تحت ضغط، بيعمل شغل جامد قوي مع النادي الاهلي. جاب معاهم دوري وجاب معاهم ابطال افريقيا وجاب معاهم بطولات كتير، ما شاء الله، ربنا يكرمه وربنا يحفظه. كابتن امام عاشور من اللعيبه المميزه وكلنا عارفين كده. وعلى فكره انا زملكاوي مش اهلاوي، يعني انا مش بقول كده على امام عاشور عشان انا مثلا بشجع الاهلي، لا، انا اصلا زملكاوي. امام عاشور، الكابتن حسام حسن ضمه معاه في كاس العالم وكان بيلعب اساسي. عمل شغل جامد جدا جدا جدا، الراجل مهدف، جايب هدفين، جون بدماغه وجون شوطه في ايران. ثبت نفسه بصراحه في مونديال كاس العالم وثبت نفسه في المنتخب وعمل شغل جامد جدا. وبعدين كمان ميزته ان هو بيعرف يلعب في كذا مكان، يعني ممكن تلعبه وينج يمين، ممكن تلعبه بلاي ميكر، ممكن تلعبه وينج شمال، ممكن تلعبه مركز ستة. بيقدر يشتغل في كذا مكان، والميزة دي مش موجودة عند لعيبة كورة كتير، ان انت تقدر تشتغل في كذا مركز. فالميزة دي موجودة عند امام عاشور بصراحة، يعني الواحد يقول الحق. امام عاشور لاعب هايل. ان شاء الله ربنا هيكرمه وهنشوفه في نادي في بلاد بره، يا رب يكون نادي كبير. اتمنى له يعني بصراحه، لان يعني انا شايف ان هو من اتقل لعيبه في المنتخب، هو وهيثم حسن. الاتنين مالين مكانهم قوي وعاملين شكل كمان للمنتخب، يعني الاتنين لما بيلعبوا في الماتش بيعملوا لك شكلهم كويس، بيعملوا شكل للفرقه، حريفه مهاريه. فدي مميزات كويسه جدا مش موجوده عند لاعب الكوره كتير بصراحه. فانا اتمنى ان انا اشوف كابتن امام عاشور ولاعيبه مصر كلها في حالات احسن من كده، ربنا يوفقهم ويخرجوا بره يحترفوا في نوادي كبيره. يا رب نشوف مستوى كره القدم في مصر يعلى ويكون احسن. ان شاء الله هنعمل شغل كويس في كاس الامم اللي جاي، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونشارك تاني في كاس العالم. ان شاء الله هنطلع لعيبه كتير كويسه وهيعملوا لنا شكل كويس في منتخب مصر وهيمثلونا قدام الناس كلها في افريقيا وفي اوروبا. وكده حلقة النهاردة خلصت عن كابتن إمام عاشور، وهشوفكم في الحلقة اللي جاية إن شاء الله.